تطورت شبكة مراقبة الحكومة الشيوعية الصينية، ولم تعد تقتصر على الداخل فقط، بحيث أصبحت هذه الشبكة تغطي مواقع مختلفة حول العالم. وذكرت وسائل إعلام أمريكية مؤخرا أن الحكومة الصينية قامت باعتماد نظام مراقبة لأكثر من 8000 موقع حساس على الإنترنت خارج هونغ كونغ ومكاو وتايوان، ويمكنه جمع المعلومات ب58 لغة مختلفة. ووفقا لراديو آسيا الحرة، فإن نظام المراقبة الجديد الذي أطلق عليه شبكة الكلب العسكرية والذي تبنته الحكومة الصينية لديه 18,000 مركز لمراقبة الأشخاص داخل الصين، وتتم المراقبة على مدار الساعة، ويتم إجراء التحاليل للمعلومات التي يتم جمعها وترشيح المعلومات المهمة وجمع المعلومات السلبية لمعرفة اتجاه أفكار الأشخاص والسيطرة الكاملة على كل شيء. وأيضا بإمكانهم مراقبة محركات البحث الرئيسية ومواقع الأخبار والمدونات، التطبيقات، وقوائم رسائل الهاتف والصور والفيديوهات والمستندات. في 28 من يونيو وقع حادث هجوم بسكين على مدرسة شنغهاي العالمية للغات الأجنبية الابتدائية، مما أدى إلى مقتل 2 من الطلاب وإصابة آخر، بالإضافة إلى إصابة والد أحد الطلاب. وهناك شائعات تقول أن المشتبه به هو والد أحد الطلاب، وجاء الهجوم بسبب التكاليف الضخمة للتعليم. ومع ذلك قال مسؤول إن الحادث وقع من طرف شخص عاطل عن العمل وارتكب الجريمة بشكل عشوائي. وبحسب التقارير الإعلامية فقد تم إعلان الحداد في المدرسة بعد الحادث، وتجمع المواطنون في مكان الحادث ووضعوا الشموع والزهور وأبدوا حزنهم الشديد على ما حصل. ثم قام المسؤولون بإخلاء المكان وتم نقل الزهور والشموع إلى أماكن أخرى، وتم اصطفاف أعداد كبيرة من أفراد الأمن في الساحة تخوفا من حصول تداعيات أخرى. وفي سياق آخر صدر تقرير عن شرطة شنغهاي أن الشرطة ألقت القبض على 8 أشخاص بتهمة القرصنة على الإنترنت ونشر معلومات مختلفة عن السلطات. أفاد أحدث تقرير للمختبر الوطني المالي والتنموي أنه تم تسليط الضوء باستمرار على مشاكل النظام الاقتصادي والمالي للحزب الشيوعي، وأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مستمرة وفي زيادة، وهناك العديد من العوامل القديمة والجديدة قد تؤدي إلى درجة عالية من التوتر من الجهات الفاعلة في السوق المالية، والتي ترفع المخاطر في السوق، مما سيثير ذعرا في الأوساط المالية. ويذكر أن هذا التقرير تم نشره بواسطة خبراء المالية الصينيون لي يانغ ويين تشونغ لي ولي لايا ويين جيانغ فينغ، وتم حذف هذا التقرير عن الإنترنت بعد وقت قصير من نشره. أصدرت وزارة الدفاع في أذربيجان بيانا قالت فيه إن التحضيرات للمناورات العسكرية التي وافق عليها الرئيس إلهام عليف قد اكتملت، ومن المقرر أن تبدأ في 6 من يوليو، وسيشارك في المناورات 20,000 جندي و120 دبابة وعربات مدرعة وأكثر من 200 منظومة صاروخية، بالإضافة إلى 30 طائرة حربية نفاثة ومروحية وجيل جديد من مركبات الاستطلاع والطائرات بدون طيار. ثار بركان جبل أجونج في بالي بإندونيسيا مرة أخرى، وأصدر المكتب الجيولوجي الإندونيسي بيانا قال فيه إن الرماد والدخان المتصاعد من البركان ارتفع بمقدار 2 كيلومتر، وانتشرت الحمم البركانية بمحيط 4 كيلومتر، وتم إجلاء 309 أشخاص من السكان إلى مراكز الإجلاء، وتم تأجيل مئات الرحلات الجوية من وإلى الجزيرة.